بقى لها قصة مع الناس اللي بيقولوا عليها دراويش. كنا في المسجد الأحمدي وجاء الشيخ المرحوم مغفور له الشيخ محمود شلتوت، كان شيخ أزهر، يزور طنطا. فلما زار طنطا راح المسجد عشان يصلي. فلما صلى كان ويانا واحد أستاذ تفسير اسمه سيدنا الشيخ أبو العنب رحمه الله. فقال له: يا مولانا الحمد لله اللي أنا جيت وجدتك هنا، لأنني كنت في الدرس امبارح وكنت في آية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وحصل الإشكال عسر ويسر، يبقى في إلهين، لأنه ما دام إله نكرة وإله نكرة يبقى غير الأولى. قال له: يا ابني ما هم قايلين أن القاعدة أغلبية، القاعدة أغلبية، مش معنى إنها تبقى نكرة أي أغلبية عشان ينفذوا دي. إحنا لسه بنتكلم ويتناقش، ودخل رجل والله ما عرفناه قبل ولا عرفناه بعد. فدخل راسه مكشوفة ومعها عصاية ولاده شديد، وقال: يا علماء يا علماء، هو شيخ الازهر موجود واحنا قاعدين، يا علماء يا علماء، انتوا ناسين اسم الموصول وهو الذي معرفة، ودول صلة الموصول الاثنين، يبقى ما حصلش تكرير. وتنه سايبنا وماشي. قعدنا يمكن نص ساعة والله لا يتكلم أحد منا، مبهوتين. نعم، أدي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض الذي دي اسم معرفة، يبقى ما فيش تكرير، لأن إله صلة الموصول والثانية صلة الموصول لمين؟ لمعرفة وهو واحد.